السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد سبرينغ رول بالجبن والكريمه حلوه. غادي تشوفوا معايا. المهم بالنسبه للبنات اللي هنا راه غياخذوا الورقه السمبوسه اللي في المغرب، تقدروا تستخدموا الورقه ديال البسطيله. المهم كتكون هي طويله، كنقسمها على جوج وكل كيري كنقسمها على 4، كتجي هكا بالطول. صافي تنبقى نلويها، كندهنها اول حاجه بالزبده، من بعد كنبقى نلويها، وملي كنوصل لداك الاخر كندهنهم بالطحين باش الطحين مخلط مع الماء باش كنسد هذيك البلاصه. ومن هنا راه كنت كنوريكم كنصور بيد وحده وشاده زعما التليفون بيد وكنخدم هكا بيد. هذاك الشيء علاش جا شويه التصوير ماشي هو هذاك، حيت ما كنت جايبه السيبور، ما كنتش ناويه نصور، ولكن بحيث عجباتني وقلت ضروري نشاركها مع الحبيبات ديالي تجربوها في هذا رمضان هذا. كتجي زوينه وغزاله، وحتى لاباط ديالها كتجي مقرمله. المهم بالنسبه للصوص اللي كنحطها فيها، كندير 3 ديال الكريات او 4 حليب مركز وعلبه ديال القشطه. كنخلطهم باش كنحصل على هذا الخليط، حيت هذا الخليط هو السر ديال المذاق ديالها الزوين. كنديرو في القاع ديال الصح اللي غادي تقدمي فيه او الكوب على حساب. ومن هنا كنت درت هاد الاكواب ديال المكسرات فيهم صايبت. كديري هكا الكريمه من التحت وكديري فيها هذوك السبرينغ رول. بالنسبه لداك سبرينغ رول من بعد ما كتصيبيه كتحطيه في الثلاجه، فريزر، فريغو زعما، ومن بعد كتخليهم الا بغيتي كل نهار تجبدي منهم. كتبغي مثلا ديريهم مثلا من قبل، غير كتبقاي تجبدي، ما كياخذلكش الوقت بحال هكا حتى اخر لحظه جاو عندك الضياف. انا حتى واخا ما عندي يكون عندي الوقت ولا هذا، كيعجبني هذا الشيء نصايبو باش كنوفر عليا الوقت. بالنسبه من بعد ما كتقليوهم انا كنديرهم في الاير فراير او القلايه الهوائيه. من بعد ما كتقليوهم كدهنوا، ماشي كدهنوهم، كتشدوا واحد الزليفه كديروا فيها السكر وشويه د القرفه، سكر الاسمر مع القرفه، باش كيعطيهم واحد النسمه هكا زوينه كتحمق. صافي كتخلطوهم فيهم وعاد كتحطوهم في هاد الاكواب. عرفتوا راه كيجيو خطيرين يا سلام، ما نقولش لكم. انا هنا كنت اول مره غير جربتهم، عرفتوا جينا زعما كندوقوهم صافي لقينا راسنا سالينا هذيك الزليفه ساليناها، حيت شي حاجه ما كتكونيش متعوده ديريها اول مره كتعجبك. من هذا اول مره غادي نديرهم، جربتهم هنايا كانت غير تجربه مني، عجبوني وانا نكمل يا اختي. بقيت كنلوي ونحط لوي ونحط لغدين كنت غاديه لدار عكوزتي. صافي وديتهم معايا للفطور. عيطت لراجلي قلت له جي دوق معايا نشوفوا، صدقنا كليناهم. عرفتي ديك الصوص خطيره، المزيج ديال الجبن حيت مالح مع القشطه مع الحليب المركز حلوه. عرفتي كي كتجي خطيره ومقرمله، عرفتي مقرمله كتحمق. اما هذيك النسمه ديال القرفه مع داك السكر الاسمر كتجي حتى هي فنيونه. المهم هنايا كنوريكم هكا كندير السكر الاسمر مع هذا مع القرفه، وكنبقى نحط فيهم هذوك الاصابع ديال الجبن هادو اللي مصايبه. صافي وتنبقى نخلطهم هكا في داك الكيس، عاد نحطهم في الطبق اللي كنكون غنقدم فيه. ومن هذيك درت الطبق شويه كبير، راهم غير صغيورين راه كيجيو بزاف، كتعطي كميه بزاف. هنايا كنت كنديرهم في هاد الصحن ديال التقديم شويه كبير على وديت باش نديها معايا، ولكن راه ما تشبعوش منهم تيحمقوا. انا ما كنتش صراحه متوقعه، حتى دار عكوزتي عجبوهم بزاف. تقدروا مثلا تضيفوا التمر الا بغيتوا في هذيك الصوص طحنوه معاها، او لا تقدروا انكم ديروا التمر مع الجبن وعاد تلويوها على حساب نتوما شنو بغيتوا. انا فضلت غير بالجبن كيري فقط. وصافي هادشي اللي كان البنات. نتمنى تعجبكم هاد التحليه السريعه الخفيفه الظريفه، خصوصا في رمضان ما عندناش الوقت صراحه باش نديروا بزاف د الحاجات، ولكن صدقوني راه غادي تعجبكم. جربوها وردوا عليا. كتجي مقرمله، عرفتي كتقيسوا هذيك لاباط كتفرتت. اللي ما عند البنات في المغرب تقدروا تستخدموا الورقه ديال البسطيله. بالنسبه للصوص انا كنديرها بحال هكا في العلب، وفوق تما غتبغيو غادي تجبدوا ديروها كيكون داكشي واجد عندكم في الكونجيلاتور،
وحتى الصوص كتكون واجده، كتجبدوا وكتحطوها في الطبق اللي غتقدموا فيه. المهم حبيباتي، نتمنى تكون عجباتكم التحليه ديال اليوم. ما تنساونيش من لايكاتكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه حبيباتي.